بص يا صاحبي، انا مش هقول لك ان هو من افضل الباكات الشمال في العالم، لا هو افضل باك شمال في العالم، لا هو افضل باك شمال في العالم، والتاني بعديه في مسافه ما بينهم كبيره. يعني مثلا نونو مينديز هنا ده الاول على العالم، التاني ممكن يبقى هنا او تحت خالص. هو رجل النهائي الاول في دوري الامم الاوروبيه، ان ما كانش رجل البطوله كلها، ولكن عشان النهائي لسه خلصان فهنتكلم عن النهائي. الراجل هو اللي جايب الجون الاول وصنع الجون التاني. ومش بس كده، اما الماتش انتهى بضربات جزاء، الماتش خلص 2-2، يعني هو كان عامل كل حاجه في الماتش، جاب برضه ضربه الجزاء وبطريقه فشيخه، واهدى كريستيانو رونالدو واهدى البرتغال كلها البطوله. وشويه لعيبه كده حطهم في جيبه. اول واحد او اخر واحد هو لامين يامال. حرفيا لامين يامال ما عرفش يراوغه ولا مراوغه واحده، بل العكس اللي حصل. نونو مينديز هو اللي كان بيرقص لامين يامال. مش بس لامين يامال، كان من ضمن ضحاياه، انت عندك اشهر ضحاياه كان محمد صلاح، اما اخده في دوري الابطال رايح جاي في دور ال16، وضيف عليهم ساكا، ديموفريز، اي حد كان بيلعبه في الجناح اليمين كان حرفيا بيحطه في جيبه. الراجل ده يا جدعان بقى في جيبه لعيبه كتير قوي. وسؤالي هنا، رتب لي افضل 3 باك شمال في العالم، وانا عارف ان هو صعب ان انت تجيب ال3 عشان هو مفيش غير واحد بس ممكن تحطه في اول 5 مراكز. ده رايي الشخصي، اهم حاجه رايك، وما تنساش الفولو واللايك.